أعلن النادي المغربي الاتحاد الإسلامي الوجدي يوم الجمعة 20 من مارس 2026 عن فسخ عقد لاعبه السنغالي إدريسا دياي. وجاء القرار حسب بعض وسائل الإعلام المحلية كإجراء تأديبي بعدما نشر اللاعب تدوينات اعتبرت مستفزة ومسيئة للمغرب، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الرياضية والمحلية بمدينة وجدة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام اللاعب بنشر محتوى ساخر عبر خاصية ستوري على حسابه في إنستغرام تضمن تهكما على قرار صادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يقضي بتتويج المغرب بلقب قاري لسنة 2025 عقب نزاع قانوني. فيما أوضح الاتحاد الإسلامي الوجدي عبر بيان توضيحي أسباب فسخ عقد لاعبه السنغالي دياي إدريسا. إدارة النادي أكدت أن القرار تقني محض وتم بالتراضي ولا علاقة له بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نافيا كل الشائعات التي ربطت فسخ العقد بتفاعلات اللاعب على مواقع التواصل. ويذكر أن إدريسا دياي البالغ من العمر 21 سنة يشغل مركز متوسط ميدان دفاعي، وكان قد التحق بصفوف الاتحاد الإسلامي الوجدي خلال الموسم الكروي 2025-2026.